الصينيه دي كلها ب 8 كيلو لحمه مفرومه. والله 8 كيلو لحمه مفرومه عملنا الصينيه العظمه دي. هاتي كيلو كوسه ومقشره، ولو ولادك ما بياكلوش الكوسه وانتي كمان ما بتاكليهاش بالطريقه دي هتعشقيها. وقبل اي حاجه نسمي بالله ونصلي على الرسول، اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد. اول حاجه هنعصج اللحمه المفرومه، هنحتاج لصينيه وطاسه، هنحط في كل واحده فيهم شويه زيت، وبعدين اول ما الزيت يسخن هننزل باللحمه المفرومه. بصي هي الوصفه دي محتاجه ل 8 كيلو من اللحمه المفرومه، بس انا استخدمت نص كيلو. هتشوفي عملت ايه بالباقي. يعني طاسه حطيت فيها نص كيلو بصل، وطاسه التانية حطيت فيها نص كيلو من اللحمه المفرومه. والمعلومه اللي هقولها دلوقتي لوجه الله تعالى، اللحمه المفرومه الصغيره لازم تكون فاتحه. بنات دي مش دهون، دي لحمه صغيره. لو دهون بمجرد ما ترفعيها على النار وتبدا تستوي هتلاقيها كميتها قلت جدا لانها هتتحول لدهون. يعني ما تفرحيش باللحمه المفرومه الحمراء قوي، العجل بيكون كبير على فكره وبتكش معاكي. بمجرد ما البصل يبدا يدبل اوسع في النص كده وانزل بمعلقه سكر، ايوه معلقه صغيره مليانه من السكر، وابدا كده ادوب السكر. انا مش عايزاه يتكرمل، انا عايزاه بس يدوب. بعدين هقلب بقى البصل مع السكر، هقلب كله مع بعضه. عايزه اقول لك الطريقه دي هايله، جربيها هتدعي لي. هقلب كله مع بعضه وهبدا انزل بالبهارات. هنضيف نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود هنا، ونص معلقه صغيره من الفلفل الاسود هنا، نص معلقه صغيره من الثوم البودر هنا، ونص معلقه صغيره من الثوم البودر هنا، نص معلقه صغيره من الكزبره هنا، ونص معلقه من الكزبره هنا، نص معلقه من البابريكا هنا، ونص معلقه من البابريكا هنا. وبعدين قلبي البصل مع التوابل كويس، وبعدين قلبي اللحمه مع التوابل كويس. عايزه اقول لك ان الطريقه دي هايله في تعصيج اللحمه، جربيها هتدعي لي. هتاخد معاكي وقت اقل وتديلك طعم رائع. يعني كده افضل من انك تعصجي البصل الاول وبعدين تنزلي باللحمه، او انك تعصجي اللحمه الاول وبعدين تنزلي بالبصل. لا، عصجي اللحمه لوحدها وبعدين البصل لوحده وانزلي بالاتنين مع بعض. هتلاقي الوقت معاكي بيقل والطعم بجد رائع. وزي ما شفتي نزلت بالبصل على اللحمه وقلبتهم مع بعض كويس جدا. بعدين هنزل بقرن فلفل رومي متقطع لمكعبات صغيره، طبعا لو حامي بيكون افضل، بس عندي علشان الولاد بضيف رومي. هقلب كله مع بعضه واغطيها واسيبها بقى تستوي مع نفسها براحتها خالص. في نفس الطاسه اللي دبلت فيها البصل هضيف معلقه كبيره من السمنه. اول ما دابت نزلت بنص معلقه صغيره من الثوم المفروم، واول ما الثوم دبل نزلت بكوبايه كبيره من عصير الطماطم. هقلب كله مع بعضه كويس جدا، وهنزل ببهارات بسيطه، ملح، فلفل اسود، كمون، وما تنسيش نص معلقه صغيره من السكر علشان الحموضه. هغطيها واسيبها تتسبك مع نفسها. وبشوف ان عصاج اللحمه بدا يدخل في التسويه بضيف له الملح وبقلب كويس وبسيبه هو كمان يستوي. هنا بقى معايا كيلو من الكوسه. بجيب الكوسه، ولو عندك مقشره ليها سنون، السنون دي بتدي شكل حلو قوي. بتمسكي الكوسيه كده وبتحاولي تشرحيها بالشكل ده. بعدين بشيل القمع وبشيل البوز بتاعها وببتدي اقسمها بالنص، وابدا بقى اقورها بالراحه علشان ما تتعورش معاكي. يعني انا مش عايزاها تتكسر في ايدك. بصي انا مش عايزاكي تقوريها قوي، انا عايزاكي تشيلي منها القلب بس مش قوي. سيبي ليها جدار يكون سميك عشان لما تستوي تبقى ماسكه نفسها كده، ما تكونش طريه قوي. طبعا احنا مش هنشتغل كوسايه كوسايه، احنا بنجيب كل كميه الكوسه ونبتدي نضلعها بالشكل ده. اضغطي كده علشان التضليعه تكون واضحه. بعدين هنجيب السكينه ونشيل القمع والبوز، وما تهدريش في الكوسه، ناخدها كلها على الحوض نغسلها كويس جدا ونحطها في مصفى، وبعدين بالسكينه ونقسمها بالنص، وحاولي تقسميها بالنص. بعدين بقى هنجيب المقوار ونحاول نفرغها بالشكل ده. فرغيها وخلي الجوانب كده ماسكه نفسها بالشكل ده. كيلو الكوسه مش هياخد في ايدك 5 دقايق وهيكون جاهز. اوعي تشتغلي بواحده واحده زي ما انا عملت في الاول كده، انا بس كنت بوريكم. قلب الكوسه ده مش هنرميه زي ما هو كده. هنجيب طاسه على النار ونضيف فيها معلقه سمنه، واول ما السمنه تسخن هنزل بقلب الكوسه. عايزه اقول لك قلب الكوسه ده بيكون مسكر جدا وفوائده بتكون جميله. هنزل عليه برشه ملح ورشه فلفل اسود وهقلب كده. اول ما يبتدي يدبل هجيب الهراسه، عارفين هراسه البطاطس، وههرس فيه كده على قد ما تقدري كده اهرسي. ممكن تستغني عن الخطوه دي وقلب الكوسه تفرشي بيه صينيه البطاطس، بس بصراحه الولاد مش بياكلوه، لكن بالشكل ده الولاد بياكلوه. يعني خلاص لما قلب الكوسه بيبتدي يدوب كده ويدبل بنزل عليه بكبشتين حلوين من اللحمه المفرومه اللي انا عصقتها. انا عصقت نص كيلو من اللحمه المفرومه. عايزه اقول لك ان هعمل بيه 3 اكلات، الاكله اللي انت شايفاها دي، وهنعمل تاني اكلتين، اكله مكرونه بشاميل واكله تانية جلاش باللحمه المفرومه. انت شايفه ان انا خدت كبشتين بالعدد. هقلب كله مع بعضه كده، وهنزل بمعلقتين من صلصه الثوم اللي احنا عملناها من شويه. هقلب كله مع بعضه كويس واغطيهم واسيبهم 3 4 دقايق ياكلوا من بعض كده ويتطعموا. هجيب بقى صينيه واضيف فيها معلقه حلوه من السمنه. على فكره تقدري تستبدلي السمنه بالزيت، وابدا انزل بالكوسه.
برضو تقدري تستبدلي الخطوه دي انك ما تحمريش الكوسه وان انت على طول تستخدميها وهي نيه، بس بصراحه طعمها كده بيكون احلى كتير. عايزه اقول لك ان هي بتتشوح يعني في معلقه سمنه. اسيبها بقى على جنب تتشوح براحتها، واجيب حله اضيف فيها معلقتين 3 حلوين كده من الزيت، وانزل بكوبايه ونص من لسان العصفور. عايزه اقول لك الرز ده يجنن. ولسان العصفور بيتحمر، شغلت الفرن على درجه حراره 220، وجبت الصينيه البايركس القمر دي، ونزلت ب3 كبشات من الصلصه. عايزه اقول لك الاكله دي كلها ما اخدتش ساعه، اي نعم هي فيها خطوات كتير بس النتيجه هايله. بصوا بقى، جبت الكوسه ورصيتها على الصلصه في الصينيه، ونزلت بكميه الكوسه التانيه. الكوسه بتتشوح في معلقه سمنه، طعمها بيبقى حلو قوي. بصوا بقى، بنبتدي نرصها كده. هنا خلاص لسان العصفور اتحمر، هنزل بكوبايتين ونص من الرز. تقدري على فكره تستخدمي كوبايتين من الرز وكوبايه من لسان العصفور، بس انا حبيت قوي ان انا استخدم كوبايه ونص من لسان العصفور وكوبايتين ونص من الرز. نزلت بالملح وحمصت كله مع بعضه، واديلهم 3 4 دقايق كده من التحميص علشان النتيجه تكون هايله. وبعدين نزلت بالميه المغليه، واول ما الرز يتشرب تنزلي بمعلقه حلوه كده من السمنه البلدي، وتقلبي وتهدي النار وتسيبيه بقى يستوي براحته. عايزه اقول لك احلى شويه رز ممكن تاكليهم في حياتك. هنجيب طاسه اللحمه المفرومه اللي احنا عصجناها بقلب الكوسه وضفنا لها الصلصه، ونبتدي بقى نحشي قوارب الكوسه او مراكب الكوسه. عايزه اقول لك ما شاء الله اقل من 8 كيلو من اللحمه، والطعم هايل. جربيها على طريقتي بجد هتعجبك قوي. احشي كده قوارب الكوسه، وعلى فكره ممكن تقطعي الكوسه لشرايح كده وتعملي طبقه من الشرايح وطبقه من اللحمه المفرومه، بس انا شايفه ان هي هتاخد لحمه مفرومه كتير وهتكون اتقل، لكن كده بتكون لطيفه قوي. بخلص كل الكميه وبجيب باقي كميه الصلصه وبنزل بيها كده على قوارب الكوسه. شايفين الجمال؟ طبعا انا مشغله الفرن على درجه حراره 220 من حوالي 10 دقايق. هاخد الصينيه الجميله دي بقى وادخلها الفرن، هسيبها جوه الفرن نص ساعه. انا عارفه ان كله مستوي، لكن الافضل عشان تاكل من بعضها كده نص ساعه. بعدين هقفل الفرن واشغل الشوايه وهتكون معاكي جاهزه وزي الفل. وهنا بوريكي اني بقسم العصاج على علبتين كمان، يعني العصاج كده عمل معايا 3 اكلات، الاكله اللي اكلناها وعلبتين كمان يطلعوا وقت زنقه. تعملي صينيه مكرونه بشاميل، صينيه جلاش، تحطي عليه صلصه وتعملي مكرونه باللحمه المفرومه. ايوه بقى، بسم الله الرحمن الرحيم. شويه رز بقى يتدرسوا، هو ده الكلام. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بصي، اهم حاجه الصوص العالمي ده، الموضوع لا يصدقه عقل، انها لرائعه. انا قلبت على الكرتون ليه كده؟ بصوا الجمال. خدنا الصوره بقى، بصوا بقى الرز مفلفل ازاي، يا نهار ابيض. بصي بقى، تاخدي كده شويه رز مع حته كوسه باللحمه المفرومه كده، وبسم الله الرحمن الرحيم. عظمه عظمه، لازم تجربوها. ايه ده؟ بصوا فلفله الرز، ايه ده؟ الاكله دي بجد عظمه، جربوها هتدعوا لي. بحبكم في الله، استودعكم الله، مع الف سلامه.